انا واحد من الناس ما بحبش المواضيع دي وما بحبش اتكلم فيها. طب ايه اللي غير رأيي وايه اللي خلاني اتكلم فيها؟ وحضراتكم اكيد بتتضايقوا من القصص اللي زي دي، لكن في رفع ظلم كنا محتاجين نتكلم فيه، وخصوصا للشعب الجزائري والسعودي. عشان كده من غير ما نتكلم في تفاصيل كتير لازم ارحب بحضراتكم في حلقة جديدة من قصتك مع يونس محمد. أحمد الفاتح هو الاسم الأكثر تداول دلوقتي على كل مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية اللي كلها بتتناقل الخبر بتاعه كأول واحد عربي خاض تجربة اللي هو يبقى متحول، وبعد ما يبقى متحول يتجوز، وبعد ما اتجوز بقى حامل، وبعد ما بقى حامل خلف، وفي النهاية مات. أنا قلت القصة باختصار، بس قبل ما نقول القصة باختصار كده في بعض التفاصيل محتاجين نفهمها. أحمد الفاتح هو شاب جزائري الجنسية، بالإضافة اللي متجوز من رجل أعمال سعودي. هما الاتنين مقيمين في أوروبا. أحمد الفاتح عمل عملية تحويل، اتحول من راجل لأنثى، بس حول الجزء اللي تحت. الجزء اللي فوق زي ما هو محتفظ بشكله كراجل، لكن الجزء اللي تحت عملوا له عملية وعملوا له زرع رحم عشان يقدر يعيش كست. حلو. بعدها عمل عملية حقن مجهري ونجحت العملية وزرعوا له الجنين في قلب بطنه. طبعا احمد الفاتح ابتدى يشارك الناس مراحل حمله وهو في الجيم وهو مبسوط، وبيطلع على التيك توك وبيطلع في كل مكان هو وجوزه، او مش عارف هو والراجل التاني ده، أو المهم الراجل السعودي رجل الاعمال يعني. الايام جريت بسرعة والشهور جريت اسرع، والناس اتفاجئت ان الحمل نجح، وبعد ما نجح خلف. لكن الموضوع ما طولش كتير، عشان بعدها بعد ما خلف الناس صحيت على خبر مش حلو، اللي احمد الفاتح مات نتيجة لتدهور حالته الصحية بعد الولادة. اصل هو ولد، ما ولدش ولادة طبيعية، ولد ولادة قيصرية. طب وبعدين؟ الناس طبعا زعلانة. لا، هو الزعل الاكتر عند اخواتنا الجزائريين اللي هم متضايقين كواحد راجل جزائري يخوض التجربة كأول عربي يبقى متحول ويبقى حامل وبعدها يخلف. فالشعب الجزائري متضايق جدا. في المقابل الشعب السعودي متضايق جدا، عشان ليهم وجهة نظر. يعني احنا بنتكلم وجهة نظر تحترم برضو، اللي هو شايف انا ابن بلدي راح يتجوز راجل زيه وفرحان اللي هو بقى حامل وبقى. طبعا قصة تخليك كده مش على طبيعتك ولا فطرتك، بالرغم اللي في المجتمعات الأوروبية عايزين يصدروا لنا الفكرة ديت عادي جدا، زي قوم لوط عادي يعني، تعايشوا مع الموضوع. وايه يعني يبقى واحد متحول وراجل يعيش مع راجل وست تتجوز ست، تقبلوا الأمر. لكن احنا كشعوب عربية مش متقبلين الامر، دون الدخول يعني ندخل في تفاصيل كتيرة، عشان ديننا بيأمرنا بكده، الهوية بتاعتنا رافضة ده، الطبيعة البشرية بفطرتنا رافضة ده. حتى ترامب اساسا بقى رافض الفكرة دي، وبقى منعهم من التجنيد. المتحولين دول بقى منعهم هناك في امريكا من التجنيد، وده خلى في غضب هناك وانت ضد الحريات. ما علينا، خلينا نتكلم في القصة دي اللي بعد ما مات. وكتير بقى شفنا السوشيال ميديا والديلي ميل بتنقل الاخبار وكل اللي بيطلع يتكلم فيها. بصراحة كان ليا وجهة نظر تانية. يعني اول ما فريق العمل عرض عليا اللي احنا نطلع نتكلم فيه، ده حاجة غريبة يعني، راجل حامل وعربي واتجوز وخلف واتجوز من واحد سعودي، ما اطلع قولها. طب انا بالنسبة لي الناس هتستفيد ايه؟ احب اقول لكم بقى المفاجأة اللي خلتني اطلع اتكلم في القصة. كل اللي حضراتكم سمعتوه فنكوش. يعني ايه؟ يعني مفيش. يعني ايه برضو؟ يعني ما حصلش. طب ازاي؟ زي ما بقول لكم، ده بجد. بجد ده حقيقي، للأسف حقيقي. طب بقول للأسف ليه؟ عشان الموضوع بمنتهى البساطة يا سادة ان هي قصة مش حقيقية. قصة مين اللي طلعها الله أعلم، مين دول برضو الله أعلم.
جزائري ولا لا؟ لا. سعودي ولا لا؟ لا. طب ليه اختاروا الجنسيتين دول؟ سبب ما. طب انا بقول الكلام ده ازاي؟ ده اللي بصراحة مش انا اللي وصلت له. موقع ديليغراف مصر بيشتغل بمنتهى المهنية والحرفية، ابتدى يتتبع الموضوع. يعني ابتدى يعمل اتصالات مع اخواتنا الصحفيين الموجودين في قلب الجزائر، يسألهم على احمد الفاتح. كبار الصحفيين في الجزائر ما يعرفوش حد بالاسم ده. مين احمد الفاتح؟ طب ده شاب عنده 28 سنة وعايش في اوروبا واصله جزائري، ما يعرفوش اصلا، ولا ليه اسرة في الجزائر، ولا اسرته اللي ينتسب ليها من الجزائر عايشة في اوروبا. طب رجل الاعمال السعودي اللي بيتبع كبار العائلات اللي موجودين في السعودية ملهاش اساس من الصحة. يبقى احنا هنا قدام قصة كنا محتاجين نصحح مفاهيمها ونقول اللي فيها مفاجأة، وكنا محتاجين نقول للشعب الجزائري انتوا رجالة بس، والشعب السعودي انتوا برضو رجالة، والشعب العربي الشعوب العربية كلها كلنا الحمد لله رجالة. الحاجات الغريبة واللي عايزين يصدروها لينا ويجبرونا اللي احنا نصدقها عن طريق بقى تيك توك، عن طريق فيسبوك، عن طريق الديلي ميل اللي كتير بيثقوا فيها وبيصدقوها. دي زي يعني مثلا جريدة الأهرام عندنا أو جريدة الجمهورية، جريدة عريقة لما ينزل فيها خبر هيبقى خبر حقيقي. هما الديلي ميل لما تصدر لك خبر زي دي، وكالة بريطانية الناس بتثق فيها، الناس بتصدق أخبارها. لكن للأسف خلال الفترة الأخيرة اكتشفوا الناس اللي في أوروبا عشان يسيطروا على العقول لازم يديك مصدر تثق فيه. ما أنا مش هديك كلام مجهول، لكن هديك قصة في موقع أو وكالة بتثق في أخبارها، فعن طريق الموقع أو الوكالة دي هيبقى الخبر مصدق وموثق، والكل هينقل عن طريق الديلي ميل. وده للأسف اللي حصل. سقطة إعلامية مهنية لموقع أو وكالة كبيرة زي دي. لكن المقصود الشعوب العربية. المفترض احنا نعمل ايه؟ ننشر الخبر الصح، ننشر الكلام الصح، ننشر ان القصة مفبركة. حصلت قبل كده. واحد كان عمل العملية دي، بس هو في الأساس كان مولود بأجهزة أنثوية. يعني هو كان في هيئة راجل لكن عنده الأجهزة الأنثوية، واتجوز وخلف والدنيا كانت تمام. لكن القصة اللي احنا بنتكلم فيها أحمد الفاتح ده مش موجود. طب الراجل اللي ظهر ده الله أعلم بيه، وبالفيديوهات وبالصور بتاعته مش ليها أساس من الصحة، بس كان لازم يحطوا نهاية للقصة دي. عشان كده كان واجب علينا نطلع نوضح ونرفع الظلم عن الشعب الجزائري والشعب السعودي اللي اتورطوا في قصة زي دي. كان واجب علينا أقول لحضراتكم مفاجأة في القصة، مفاجأة فعلا غير متوقعة. المهنية والمصداقية بتجبرنا اللي احنا نكلم حضراتكم ونتأكد من كل كلمة بنقولها، مش نطلع ننقل وخلاص. السلام عليكم.